نفسي يبقى ليا حال مع القرآن بس مش عارفة أبدأ منين الأول. حفظ ولا تلاوة ولا تجويد ولا تفسير؟ أول حاجة هنبدأها مع القرآن هو تعلم أحكام التلاوة، مع الاستمرار على التلاوة على قد قدرتك يوميا. بس مهم نتعلم أحكام التلاوة أولا، لأن إحنا المفروض على قد ما نقدر نقرأ بأحكام التلاوة، وأحكام التلاوة بتعطي جمال للقراءة يعرفها اللي متقن لأحكام التلاوة. وطبعا لو جات لك فرصة انك تبقي امام مثلا بتصلي بصحباتك فبتقرأي بالاحكام يعني اللي فيها شيء من التجويد، او تعلمي صحباتك التجويد وهكذا. ف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. فنبدأ أول حاجة بتعلم أحكام التلاوة. تاني حاجة القراءة. تالت حاجة راجعي اللي انت حافظاه، يعني مثلا ممكن تكوني مش مراجعة سورة الضحى، راجعيها. سورة البينة خدتيها زمان في المدرسة ومش فاكراها. سورة والسماء والطارق، راجعي اللي انت وممكن تكوني حفظتي زمان، لا طب ما حفظتيش حاجة، راجعي. راجعي اللي حافظاه بحيث تتمكني من الصور القصيرة وبعدين تبدأي تحفظي بعد كده. يبقى الأول تجويد أحكام التجويد، القراءة، مراجعة المحفوظ، ثم بعد ذلك واحنا ماشيين في ده عمالين طبعا بنسمع مع القراءة. وعندك في عربيتك لو بتسوقي، أو في تليفونك لو بتركبي مواصلات، أو في بيتك اللي بتراجعيه بتسمعيه كتير. وبعدين نبدأ بعد كده في حفظ الجديد.